السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض خميرة الحمص واللبن منفصلة لوحدها، عشان لو حابة تعملي بيها اي معجنات، غير طبعا عجينة الفيش، قرص او اي حاجة. تمام. اول حاجة معايا كوباية لبن تكون كاملة الدسم، مش مبسترة، وتكون طازة ما سبقش ان هي اتجمدت. اول حاجة برفعها على النار في حاجة كده، كنكة او حاجة صغيرة، ومعايا 3 معالق حمص صحيح كسرتهم زي ما انتم ملاحظين بالنشابة او بايد هون. اهم حاجة يكونوا بودر كده على مجروش، ما يكونش بودر كله. تمام. دلوقتي بقى هوريكم اللبن اول ما غليته، ما بخلوش يرفع خالص، بخليه كده زي وش القهوة. تمام. بجيب دلوقتي برطمان يكون شفاف كده عشان اعرف منه قد ايه هي خمرت، ويكون الغطا بتاعه محكم. بغسله كويس وبعقمه طبعا، وبضيف الحمص اللي انا طحنته معاكم وعليه اللبن، حوالي كوبايه الا ربع، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وهبتدي ان انا اقفله واغطيه بحاجه تكون مش اغطيه، يعني ممكن الفه بفوطه او اكياس او اي حاجه ان هي تحكم لي الحراره جواه. تمام. وانا بعد ما قلبتهم كده هخليه ليله كامله، ليله كامله. واهم حاجه اللبن، بس يا جماعه اقول لكم على حاجه، اللبن لازم يبقى لسه نازل من على النار، يعني ينزل كده اول ما يرفع ويغلي معاكم، تحطوه على طول في البرطمان على الحمص. تمام. دلوقتي انا حطيتها في علبه عندي كده فاضيه، الغطا بتاعها بيقفل كويس عشان تحكم لي الحراره جواها. ده بقى تاني يوم من ميعاد ما انا عملتها، قعدت ليله كامله في مكان دافي في ظرفه مطبخ او حاجه. بصوا بقى، صبحت فاصلة كده وعاملة زي الزبادي دي كده، اتأكدي ان هي نجحت معاكي. اهم حاجة تكون فاصلة وعاملة زي الزبادي، مش لسه عاملة زي اللبن. تمام. ده اول اختبار بعمله ليها عشان اتاكد ان هي خمرانه. بضيف عليها 3 معالق دقيق ابيض عادي، وبقلبهم مع بعض. لقيتهم تخان، حطيت عليهم 3 معالق ميه دافيه، وسبتهم بردك بتاع حوالي ساعه كده اتاكد من خمرانهم. بصوا كده ما شاء الله خمرانه لدرجه ان هي يعني خرجت كده اول ما فتحت الغطا، خرجت كده ويعني بهدلت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. كده انا اتاكدت ان هي كده كويسه جدا وناجحه. بس بردك انا بتاكد تاني، عشان بردك انت هتضيفي دقيق وهتضيفي سمنه وهتضيفي مواد، ودلوقتي الخامات اللي انت هتضيفيها دي طبعا اسعار وحاجات، يعني حرام ان انت تضحي بيها، والخميره بتاعتك ممكن تكون ان هي بايظه، او انت ما تاخديش بالك ان هي بايظه. ده بقى انا حطيت عليها الدقيق ده وسبتهم كده مع بعض، خمرت بردك وبقت جميله ما شاء الله. يعني كده هي ناجحه جدا ان انت تعملي بيها طبعا فايش. وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، او معجنات ايا كان الحاجه اللي انت هتعملي بيها دي. الخميره كده اتاكدنا مرتين واختبرناها مرتين. وعايزه اقول لكم ملاحظه، ان ريحه الخميره بتكون ريحتها نفاذه بس حلوه، مش حاجه بايظه. تمام. اتمنى الفيديو يعجبكم وما كنتش طولت عليكم، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع السلامه، باي باي.